بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه رأيكم في الكفتة التحفة دي اللي معمولة بس من ربع كيلو؟ ده ربع كيلو يا نوجة؟ ايوه ربع كيلو، بس فيه شوية اضافات. نوع حاجتين بس اقول لكم عليها. شايفين التماسك؟ شايفين متماسكة ازاي؟ يعني لو عايزة تعملي كفتة بس بالطريقة دي وتحطيها في الفرن هتبقى معاكي زي الفل ومتماسكة، ومن ربع كيلو بس زودناه وخليناه، يعني هو ده زي ما انتم شايفين، ده ربع كيلو وفيه شوية دهون. شايفة بعد ما حطيت الاضافات بقى قد ايه؟ داخل على كيلو الا ربع. الطعم ما اتغيرش خالص، في الاول وفي الاخر هي كفته. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك اول ما تدخلوا. معايا 3 بصلات متوسطين، ضربتهم في الكبه بتاعتي، نعمتهم خالص، صفيتهم من الميه وحطيتها على جنب. معايا زي ما انتم شايفين يعني ربع كوبايه من البرغل، بس زودي شويه، يعني زودي شويه عن ربع كوبايه. هاتي نوع برغل يكون كويس جدا معلب، يعني مقفول، عشان خاطر مش بيبقى فيه ولا حصوه ولا حاجه، عشان ما تجيش تحت اسنانك. اغسليه بس وحطيه. ده مش تنقعيه يا نوجه؟ لا مش هنقعه ولا اي حاجه، انا عايزاه كده عشان يشرب لي الميه اللي موجوده في الكفته لو فيها اي سائل. تمام. طب ايه المكونات التانية اللي عندي؟ التوابل يعني اللي عندي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. لو عندك بهارات لحمه حطي معلقه ومعلقه ونص صغيره. لو عندك 7 بهارات حطي 7 بهارات، يعني ده ينفع وده ينفع. ودول معلقتين كبار من لا معلقتين صغيرين من النشا، بس هم هرم يعني مليانين. واهم حاجه اللي هتخليها لك ما تكشش معاكي خالص وتبقى معاكي متماسكه، وفعلا فعلا انا جربتها من غير البيكنج باودر بتكش النص، لكن لو انت عندك حطيتي في الوصفه البيكنج باودر زي ما احنا حطينا كده بتكش برده، بس اقل بكتير جدا جدا. دخلت كل المكونات مع بعضها. طب حطيتي قد ايه نوجا بيكنج باودر؟ حطيت معلقه صغيره. مسكت بقى زي ما انتم شايفين حتت حتت كده، ضربتها في الكبه. ضربتيها في الكبه قد ايه يا نوجا؟ خبطتين بس، تيك تيك بس، وطلعيها على طول. انا عايزاها بالشكل اللي انت شايفاه ده، اوعي تضربيها كتير عشان تبقى وحشه. انا بس عايزه الخبطتين دول. وطبعا كده لو فيها اي حاجه ما اتخلطتش هتبقى زي الفل معاكي، وهتبقى جميله متماسكه وتحفه. بصوا انا بقول لكم بقوه تعملوا الوصفه دي، هتقضي عدد الافراد لو كانت العيله كبيره وجبه مشبعه فوق ما تتخيلوا، لان البطاطس والبصل ما شاء الله كتير. انا حاطه كيلو بطاطس و3 بصلات كبار زي ما انتم شايفين مع الكفته، فلا مشبعه مشبعه، هتقوموا شبعانين باذن الله. غير الاكل هيعجبكم قوي. البطاطس بالطريقه، هقول لك على طريقه تعملي بيها البطاطس دي، هتخليها لك كريمي كده واخده طعم تحفه، هي لوحدها تتاكل. يعني الاولاد عندي والله بياكلوا البطاطس اكتر من الكفته كمان، من حلاوه الطريقه دي. ولو هتعملي صينيه بطاطس اعمليها بالطريقه دي، لو بطاطس بس من غير كفته ولا اي حاجه اعمليها بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. قطعي البصل ما يبقاش تخين، وحطي عليه شويه ملح وشويه فلفل، قلبيه تقلبتين زي ما انت شايفه كده. بس كده لا، على النار بقى، تعالي على النار. ده كيلو البطاطس، احنا لسه كده ما حطيناش البصل على النار. انا بوريكم بس البطاطس قد ايه عايزه الحجم بتاعها، عايزاها رفيع. تمام. على بقى النار حطي شويه سمنه، او لو ما عندكيش سمنه حطي زيت، بس اهم حاجه يعني ايه ما يبقاش كتير، لان لسه هينزل الدهون بتاعه الكفته، لان الكفته كان فيها شويه دهون. ما تنسيش وانت بتخلطي بتفرمي اللحمه خليه يحط لك فيها حته دهون، وقولي له ان انا هعملها ايه كفته. تمام. شويه سمنه مش كتير، او زيت زي ما قلت لكم. قلبي زي ما انت شايفه كده، قلبيه تقلبتين وانت واقفه، اوعي تسيبيه، لان احنا لسه كده مش بنسويه دلوقتي، ده احنا بنعمل بس الخلطه اللي هنحط فيها البطاطس عشان نصب عليها الكفته. فاهماني؟ حطيت 3 فصوص من الثوم، كنت دقهم كويس، بديهم بس صدمه لحد ما ريحتهم تطلع كده ويتشمعوا معايا حلوين. وبعد كده هدخل بقى كل المكونات على بعضها وهنزل بالبطاطس بتاعتي. الطريقه دي لو عملتي بقى صينيه البطاطس هتدعي لي. بعد ما تعملي كده حطي فيهم القوطه بقى، لكن احنا هنا مش هنحط قوطه، احنا هنخليها كده يبقى لونها الطبيعي ابيض. بصوا يا جماعه جربوها، ولو ما دعتوليش انت تقولي لا شكلها غريب، والله هتدعوا لي. البطاطس طالعه كريميه جدا ودايبه بطريقه، وفي نفس الوقت شاربه من ريحه الكفته ومن ريحه البصل ومن ريحه الثوم، فليها طعم تحفه. بس اعمليها بالطريقه دي، ما تقطعيش البصل والبطاطس وتصبعي فيهم الكفته، يبقى احنا كده لا، البطاطس هتطلع طعمها مش حلو. لكن بالطريقه دي لسه كمان هنحط لها التوابل بتاعتها، ملح كمون فلفل اسود، كانك بتعملي صينيه بطاطس عادي. وشويه من بهارات اللحمه او بهارات ال7 بهارات لو كان عندك، شويه صغيرين ما تحطيش كتير. تمام. عشان احنا حاطين فين في الكفته. خليكم صحصحين معايا كده. يا ما تنسوش تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه يا جماعه، عايزين القناه تكبر بينا باذن الله. يا رب ادعوا معايا كده ان ربنا ييسر لي امري ويوسع لي رزقي يا رب. حطيت بقى التوابل بتاعتي وقلبت. طب انت سايباها نجلاء
عملت ايه؟ سايباها يا قلبي ما كملتش وانا واقفه. اوعي تسيبيها، اوعي تسيبيها. تمام. مسكت بقى الكفته بتاعتي صبعتها زي ما انتم شايفين، صبعتها بالايه؟ وميه البصل اللي احنا كنا سايبينه. شاطرين انتوا، شاطرين ومصحصحين. خلصت كميه حلوه، كميه كبيره، كميه ما شاء الله تاكل عيله. ايوه من ربع كيلو بس. ما هو احنا في الزمن ده لازم نبقى شاطرين كده ونعمل حاجتنا تبقى موفره وفي نفس الوقت ما تاثرش على الطعم، بل بالعكس تزيده جمال. احنا ستات شاطره ما شاء الله علينا. حطيتها بقى على النار وهنزود لها ميه. شايفين نص كوبايه اهي، بس مش هنزودها دلوقتي. حط لها بس شويه زيت كده عشان وشها يلمع وسيبيها على النار. هنعمل بقى شويه المكرونه. النار بتاعتها متوسطه مش عاليه ابدا، انا مش عايزاها تبقى عاليه عشان الحاجه بتاعتي ما تتحرقش. هتاخد بس صدمه كده والبصل بتاعي، عشان ليه؟ بعد ما تاخد الصدمه هحط لها شويه الميه عشان البصل يتكرمل ويطلع ريحه الكرمله والجمال على البطاطس، فتديكي بقى طعم روعه. كل ما تحسي ان البطاطس ما استوتش زودي لها شويه ميه، كل ما تحسي ان البطاطس ما استوتش زودي لها شويه ميه. انا زودتها قد ايه؟ مرتين بس. تمام. كل مره نص كوبايه. بعمل بقى المكرونه بتاعتي، مكرونه محمره تحفه وطعمها حلو قوي ولونها كله بيبقى واحد يعني. بس المره دي كمان انا نسيتها على النار ورحت جبت حاجه، فاخر طلقه مش اتحرقت، لونها غمق. لكن انت لو حطيتي شويه الملح دول وقلبتيها وايدك كان فيها باستمرار مش هيحصل لها اي حاجه. تمام. هتطلع كلها لون واحد. اللي حصل ان انا سبتها زي كده ورحت جبت حاجه فخدت لون سيكه من تحت. حلوه سيكه دي، انا بجدد معاكم. قلبتها بقى زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليها بشويه صلصه. ما عندكيش قوطه، ما عندكيش صلصه حطوا قوطه، بس انا عاده بحط لها صلصه الصراحه عشان بتدي لها طعم حلو قوي. انزلي بالصلصه وقلبيها عشان المواد الحافظه اللي فيها تطلع من غير ما تحطي ميه ولا اي حاجه. انا لسه كده ما كنتش بقى لسه حطيت ميه ولا شوربه ولا اي حاجه. هاتي المواد اللي هي عشان المواد الحافظه اللي تبقى موجوده في الصلصه لازم تحتاج انها تخش على النار كده لوحدها عشان المواد الحافظه اللي فيها تطلع. اهي شايفين، هحطها وهقلبها تقلبتين 3 كده. انا بحط الكيس كله الصراحه عشان يديها طعم. ما عنديش صلصه احط طماطم، بس الصراحه انا بفضل الصلصه بتديها طعم احسن. وبنزل عليها بميه، هقلبها بس شويه وبعدين هنزل عليها بالميه. انا مسخنه ميه عشان انجز لان انا كنت مستعجله جدا. على فكره الكفته دي ممكن تدخليها الفرن تاخد وش او لا. انا الصراحه ما اكتفيت بكده، اكتفيت ان انا هعملها كده مش هدخلها تاخد وش. تمام. لكن شايفين يا جماعه متماسكه ازاي؟ متماسكه جدا زي ما قلت لكم. اللي عملتوها في الفرن لوحدها بالطريقه دي هتبقى تحفه جدا. البطاطس بقى بتاعتي مستويه، بقول لكم طريه جدا. انا ما رضيتش اخد من الحته اللي هناك عشان الشكل ما لسه هصورها وكده، فعايزه الشكل يبقى حلو. شايفين يا جماعه والله كانت عامله زي الزبده، زبده كده. هو بس عشان طبق ازاز فبتتزحلق مني، لكن هي شايفين عامله ازاي؟ مستويه كانها زبده وطعمها تحفه بسبب الثوم والبصل والطريقه اللي احنا عملناها. شايفين الكفته مستويه ومتماسكه ازاي؟ يعني حتى بعد ما قطعتها ولا فرفتت ولا حصل لها اي حاجه. الطريقه دي حلوه زي ما قلت لكم، مشبعه جدا. طبعا انا مكرمله تحت البصل ده مش اتحرقت ولا حاجه ده مكرمله البصل من تحت عشان انا بحب كرمله البصل. تمام. الكفته زي ما انتم شايفين ما خستش كتير بسبب البيكنج باودر اللي احنا حطيناه. تحفه، اكله تحفه، اكله موفره وفي نفس الوقت الاولاد هتبقى واكله وشبعانه فوق ما تتخيلوا. الكميات دي بقى بمزاجكم، يعني عايزه تقللي البطاطس، عايزه تقللي البصل اللي تحت ده بمزاجك انتي، عايزه تقللي البصل اللي احنا حطيناه اصلا في الكفته بتاعتك، يعني بدل ما تحطي 3 بصلات بصلايه واحده بصلتين ده بمزاجك. انا كنت عايزه الصراحه كميه ااكل الاولاد واشبعهم، فاهميني؟ بس والله بجد كانت تحفه. اشجعكم بقوه ان انتوا تعملوها. وخدوا يعني حطوا في بالكم يا جماعه، طالما حطيت لكم وصفه على القناه اتاكدوا انها فعلا حلوه. اتاكد لانها لو وحشه انا مش هطلعها، ولو وحشه هقول لكم العيوب اللي فيها وهقول لكم المشاكل اللي فيها علشان ما تعملوهاش. عملت جنبها شويه طحينه كده، الاولاد تغمس كفته بالطحينه مع شويه المكرونه على البطاطس، يعني اكله